قصة الجنية ريحانة. شويه سولتها على كل شيء. قالت لي باللي كانت تبكي حيت تخاصمت مع ماماها، وقالت لي باللي دارهم كاينه قريبه من الغابه وتجي مره لهنا، وباللي عندها 17 عام. مهم بقينا تندويو ولاحظت باللي تشوف فيها شي شوفات غراب وعينيها تيبريو بحال شي مش. ما نكذبش عليكم، داك الجمال لا يقاوم. ما عرفتش كيفاش تصبرت، ولكن ما بغيتش ندير نفس الغلطه. الثقة مازال في البنات، داكشي علاش كنت حاضي منها. المهم كنت كل حد تنمشي لديك البلاصه وتجي عندي، تنتمشى وسط الغابه وتنهضروا وهي تتبقى تدوي وتضحك. ما نكذبش عليكم، وليت تنولفها شويه بشويه، حتى وليت كل حد خاصني ضروري نمشي لنفس البلاصه باش نشوفها، وحتى هي تتكون فرحانه ملي تنجي. قالت باللي انا صديقها الوحيد وباللي تترتاح وهي معايا، وحتى انا بديت تنرتاح ليها شويه بشويه. وعاودت ليها على اللي طرا ليا مع نهيله، وقالت لي هادوك هما البشر غداره، ولكن ما حدك معايا ما كاينش اللي يقيسك. انا ما فهمتش قصد هذيك الساعه، حتى لواحد النهار جا عندي واحد الدري كيجري، قال لي عماد عرفتي شنو وقع؟ قلت ليه اش طاري؟ قال لي باللي نهيله اللي وقع ليا معها المشكل تكب عليها الماء سخون وحرق ليها وجهها كامل. خوكم في ديك اللحظه صدم، بقى غير يخمم، وانا نقول مع راسي غير حادثه هذه وصافي. المهم من بعد بقيت تنمشي نتلاقى مع ريحانه كل حد. واحد الحد بقيت معاها تندورو وسط الغابه وتعطلنا حتى بدا المغرب تيأذن، وهي تقول لي خاصني نمشي بالسلامه. صافي ومشات، وهزيت انا بيكالتي وبغيت نمشي للدار، وانا نلقى الرويض مفشوشين. قلت تفو غادي نتعطل، وجريت البيكالا وغادي في الغابه وسط الليل. غادي وتنحس باللي شي واحد تبعني من اللور، تندور ما تنلقى والو. بقيت غادي ما عليا ما بيا حتى حسيت باللي شي حد شد ليا البيكالا من اللور، حبسها وانا نطلقها ودرت نشوف، وقلت شكون هنا؟ بقيت نقلب والو ما كاينه حتى حاجه. صافي قلبي ديك الساعه بغى يسكت بالخلعه. بقيت غادي حتى خرجت من الغابه وشديت الطريق على رجليا. غادي واحد شويه بان لي واحد الراجل شارف وسط الشانطي غير بوحدو. مشيت عنده وسولته عمي ياك لاباس؟ ما جاوبنيش، بقى تيمشي ويجي وسط الشانطي وانا نوقف قدامه. وتخيلوا في ديك اللحظه شنو وقع. دخل من وسطي وداس بحال الهوا. ديك الساعه ما بقات تبانت ليا لا بيكالا لا والو. شديتها بجريه حتى للدار حفيان وسط الشانطي. وصلت للدار، دخلت لبيتي، سديت الباب، ومن اللي درت عرفتو شنو شفت. لقيت واحد تيشبه ليا ناعس في بلاصتي، وراه ماشي تيشبه ليا، راه انا هذاك، نفس الملامح نفس الحوايج. بقيت تنشوف ومصدوم تنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش هادشي؟ وهو يحل عينيه قال لي مالك؟ واش خفتي؟ وقلت ليه وانا كنتفتف شكون انت؟ وقال لي غادي نقول لك حاجة وحدة ونمشي، وما غاديش نعاودها معاك بعد من اختي حسن ليك. وهو يغبر، ما بقاش بان ليه الاثار. قلت اش تيقصد هذا وانا ميت بالخلعه؟ تفكرت ريحانه وحلفت ما نبقى نوصل لديك الغابه. صافي داكشي اللي كان. دازت 20 يوم، واحد العشيه كان البرد، مشيت النعس تغطيت مزيان. واحد شويه حسيت بالصاد ولا اللوح المانطه، واخا هكاك بقيت سخون وفيا الصاد. قلت بخاطري سمت البرد على برا وانا سخون هنا، ياك ما السخانه اللي شاداني. نط بغيت نغسل وجهي، يلا شفت في المرايه وهي تبان لي ريحانه معنقاني من ورا ظهري متكيه عليا. قوة الخلعه خرجت كنجري ودخلت في الباب، بديت تنغوت وهي تجي عندي الوالده تجري. مالك؟ بسم الله عليك،
راه غير حلمة هادي، صافي. قلت ليها ريحانة الوالدة، وهي تقول لي شكون هادي؟ عاودت ليها على كل شيء، وهي تقول لي حتى الغدا ونديك عند الفقيه. وخوكم ما عندوش مع الفقهاء. تسناو الجزء الثالث.